السلام عليكم ورحمة الله. تعرض لاعبون الخضر إلى الجاسوس من قبل أطراف مجهولة خلال الحصة التدريبية الأولى التي أجروها ببواكي في كوتيفوار. وألقت الشرطة الإيفوارية القبض على المتجسس الذي كان يعتمد على الجورون، وهي التقنية التي أصبحت تعتمد عليها العديد من المنتخبات. كما كشفت موافد النهار أن الشرطة تباحث عن هوية الجاسوس الذي أراد اختراق الحصة التدريبية بمدينة بواكي التي أجراها محاربون الصحراء. وللإشارة فقط أن الحصة التدريبية جرت وسط تشديدات أمنية كبيرة بطلب من الناخب الوطني جمال عبد الماضي، الذي أراد الاستعداد بتدريبات مغلقة حتى في وجه الإعلاميين للتركيز جيدا على الامتحان القادم.